مايك بيغسل نفسه كويس قوي وبياخد مسدسه قبل ما يركب عربيته، وبعد كده بيشغل جهاز التتبع علشان يحدد مكان عربية مسعود، وبيفضل ماشي وراه في كل حتة في المدينة. ولما مايك بيشوف نفق بيسوق بسرعة وبيسبقه علشان يقطع عليه الطريق، وأول ما مسعود بيقف وراه مايك بيلبس ماسك وبيفتح شنطة عربيته، ومسعود بيقرب منه، فمايك بيثبته بالمسدس وبيجبره يدخل جوه الشنطة، وبيطلب منه باسورد تليفونه، ومايك بيقوله إنه في مية في الشنطة قبل ما يقفلها عليه. وبعدين بيشيل جهاز التتبع اللي كان ركبه من شهور في عربية مسعود، وبيسرق تليفونه ويرجع لعربيته ويمشي. وفي الوقت ده ولاد العم بن وعلي بيجهزوا مسدساتهم قبل ما يدخلوا محل مجوهرات، وصاحب المحل سامي بيديهم طقم ألماظ وبيحطوه في شنطة. بعدين سامي بياخد بن لمكتبه وبيقوله إن الألماظ اللي في الشنطة ده فالصو تقليد، الألماظ الحقيقي تمنه 3 مليون دولار، وبن لازم يخبيه في شرابه. وفي اللحظة دي مايك بيركن بره المحل وبيبعت لسامي رسالة من تليفون مسعود بيقوله إنه جاهز. وقبل ما ولاد العم يمشوا سامي بيطلب يشوف مسدساتهم، وما بيعجبوش مسدس علي فبيديله واحد جديد. وولاد العم بيمشوا بعربيتهم ومايك بيفضل ماشي وراهم وهو عامل نفسه إنه مسعود. وفي الآخر بيقفوا في جراج، فمايك بيلبس الماسك بتاعه تاني وبيركن قريب منهم قوي قاصد، وبيكسر مراية عربيتهم وبيثبتهم بمسدسه ويوريهم تليفونه، وهو مشغل بث مباشر لبيت بن كتهديد ليهم. ومايك بيخلي الاتنين يرموا مسدساتهم وتليفوناتهم في عربيته، وبعدين بينزل ويثبت بن وبيطلب منه الألماظ الحقيقي لأنه عارف إن اللي في الشنطة فالصو. وفي الأول بن بيعمل نفسه مش فاهم حاجة، فمايك بيهدده بمراته وبيقول له اسمها، فبن بيديله الألماظ الحقيقي، ومايك بيروح لعربيته عشان يسيب مسعود يخرج. التشتيت ده بيخلي علي يسحب مسدسه التاني اللي كان مخبيه، ولما مايك بيرجع لعربيته بيرجع التليفونات لعلي اللي بيثبت مايك بالمسدس، وإيد علي بتترعش فبيخرج الطلقة طايشة وبتيجي في الإزاز، ومايك المذعور بيهرب وبيمشي في المدينة بالعربية بأقصى سرعة. وكان هيعمل كذا حادثة وخبط في عربية تانية من ورا، بس بيفضل مكمل لحد ما يوصل لجراج، وهناك بياخد وقت علشان يهدي نفسه ويشيل العدسات اللاصقة، وبعدين بيغطي العربية وبيركب عربية تانية ويمشي. وفي الوقت ده شيرون بتزور ستيفن في قصره الرهيب علشان تبيعله بوليس التأمين، وبعد ما ستيفن بيوريه نظام التأمين بتاعه بيطلع مسدس وياخد شيرون عند الشباك ويطلب منها تضرب إزازة، وشيرون عمرها ما مسكت مسدس فالطلقة بتخرج طايشة. وبيقعدوا يتكلموا في بوليس التأمين، وشيرون بتشوف بنت شابة ماشية وبتفتكرها بنته، بس هو بيوضح إنها خطيبته. وبعدها المحققين لو وتيلمان بيوصلوا الجراج عشان يحققوا في السرقة، وبيستجوبوا ولاد العم وشايفين إن الموضوع غريب إن الحرامي كان معاه كل المعلومات دي، بس بان بيحلف إنه ملوش دعوة، وكان في كاميرا على الحيطة بس السلك بتاعها مقطوع. لو بيقول لتيلمان إنه شاكك إن ده نفس الحرامي اللي بيلاحقه من شهور، لأن كل مواصفاته منطبقة عليه، والمواصفات هي إنه مفيش عنف، الكاميرات بتتقطع قبلها، وبيبقى عارف بالظبط إيه اللي بيتنقل وإمتى، وبيختفي في ثواني باستخدام طريق 101. تيلمان بيبقى مش مقتنع وبيقول للو إن القائد طلب منه يغير شريكه، بس هو رفض ومحتاج لو يركز علشان ما يبوظش مستقبلهم المهني. ولما مايك بيوصل بيته بيخبي الألماظ في كوباية، وبعدين بيلمس راسه وبيكتشف إنه اتعور من كسر الإزاز، وبيفحص الماسك وبيلاقي بقعة دم، وده معناه إن في دم في العربية اللي سابها كمان. وبالليل مايك بيقابل موني الراجل اللي بيشتري الحاجات المسروقة وبيبيعها في السوق السوداء، ومايك بيعترف إنه قلقان من شغلانة سانتا باربرا الجاية لأن هيكون فيها مدنيين كتير وهو مش عايز حد يتأذي. موني بيقوله يفكر في خطة أحسن قبل ما يمشي، ومايك بيبدل كوبايته معاه. وبعدين موني بيعمل مكالمة خاصة في فندق، بس هو ما بيبقاش في المود وبيروح بيته ويدور على موظفين شركة التأمين وبالذات بروفايل شيرون. وتاني يوم شركة التأمين بتناقش موضوع الألماظ المسروق وبيبعتوا شيرون تتكلم مع الشرطة، والموضوع بيضايقها لأنهم ادوا حساب ستيفن لحد تاني. وفي القسم تيلمان ولو بيحققوا مع سامي اللي بيتضايق من تهمة النصب، وسامي بيوضح إنه ما كلمش حد عن الألماظ وكل كلامه كان إيميلات، وده معناه إنه اتهكر. وفي مطعم مايك بيدفع لواحد هاكر علشان يجيب له معلومات عن شيرون من السوشيال ميديا والإيميلات والرسائل. وفي الوقت ده أورموند بيسوق موتوسيكله بسرعة كبيرة لحد ما يوصل لجراج موني، وموني بيشرح إن مايك خاف ومش هيعمل شغلانة سانتا باربرا، فبيطلب من أورموند يعملها بداله.
وبالليل مايك بيبقى سايق بهدوء وفجأة عربية بتخبطه من ورا، ومايا بتطلب منه بيانات التأمين، بس مايك بيعرض عليها كاش عشان يصلح الضرر بما إن دي عربية مديرها. ومايا بتصمم إن الموضوع يمشي رسمي وبتجبره إنهم يتبادلوا البيانات. وتاني يوم شيرون بتقابل لو وبتقوله إن الشركة عايزة تعمل اختبار كشف كذب لسامي وولاد العم، ولو فاهم إن الشركة مش عايزة تدفع، فشيرون بتنتقد فساد الشرطة. بيحصل نقاش بينهم وشيرون بتقول إن الإحصائيات بتقول إن دي شغلانة داخلية، والكلام ده بيدي للو فكرة وبيمشي. وفي الاسم لو بيجمع فريقه ويعرض خريطة فيها 219 سرقة حصلت في آخر 4 سنين. بيبدأ يستبعد السرقات اللي فيها عنف أو اللي سابت أثر DNA، والسرقات اللي باقية بتعمل نمط على طريق 101 السريع. ونظريته إن الحرامي ده بيهكر اتصالات الجواهرجية، وبيفتكر إن السرقة الجاية هتكون في الشمال. وبعد الاجتماع القائد بيلوم لو على العرض ده لأن السرقات دي فيها متهمين وحالات مقفولة، وفتحها هيأثر على أرقام الاسم، ولو ما بيلاقيش أي دعم. وفي نفس الوقت أورموند بيركن الموتوسيكل بره بنك وبيراقب راجل معاه شنطة وهو بيركب عربيته، وبعدها بشوية الراجل ده بيدخل محل مجوهرات في سانتا باربرا، وأورموند بينط عليه ويثبته بالمسدس ويدخلوا جوه، وبيحاول ياخد الشنطة بس بيكتشف إنها مربوطة في إيد الراجل بكلبش. وأورموند بيخلي الكل ينام على الأرض وبيدخل للمكتب بس بيلاقي طفل رضيع، وبيضرب ست بالمسدس وبيطلب المفتاح من الراجل اللي بيقوله إنه في العربية. وأورموند بيبص من الشباك ما بيلاقيش عربيات، فبيتعصب ويضرب الراجل لحد ما يقوله إن المفتاح في رقبة الراجل. والراجل بيفتح الكلبش وأورموند بياخد الشنطة، وهو خارج بيشوف مجوهرات غالية تانية، فبيسحب موظفة من شعرها وبيجبرها تفتح الفاترين، وبعد ما بتلملم له كل حاجة بيخليهم يناموا فوق بعض. وبيجي يخرج بيلاقي الباب مقفول، فلازم يرجع يضغط على زرار علشان يفتحه، وما بيلحقش والباب بيتقفل تاني، فبيضرب نار على الفاترين علشان يخوفهم، فجرس الإنذار بيضرب بس بيفتحوا الباب وبيهرب. وفي الوقت ده مايك بيبعت رسالة لمايا علشان يخرجوا، وبيتقابلوا في مطعم شيك، ومايك بيمثل إنه مبرمج سوفت وير بيسافر كتير، ومايا بتقوله إنها مش مرتاحة في مكان زي ده، فبيروحوا ياكلوا أكل شارع وبيتكلموا بيقربوا من بعض رغم اختلافاتهم. بعد ما بتمشي مايك بيعرف بموضوع سرقة أورموند من الأخبار، وفي مطعم لو بيكلم مراته اللي بتعترف إنها بتخونه، وتيلمان بيتصل بيه بس بيكنسل علشان يكمل كلامه، ومراته بتقوله إنها ممكن تمشي، بس لو بيقول إنه هو اللي هيمشي، وبيزعقوا لبعض قبل ما يروح يقابل فريقه في محل المجوهرات المسروق. وتيلمان بيلاحظ إن السرقة دي ماشية مع نظرية لو، بس لو شايف إن ده حرامي تاني لأن الحرامي بتاعنا مش عنيف. ومايك بيقابل موني وبيلومه إنه استخدم معلوماته وبعت حد تاني، ومايك حاسس إن موني خانه وبيهدده إنه مش هيشتغل معاه تاني لو ده اتكرر. وموني بيفكروا إنه لولاه ما كانش بقى حاجة. بس مايك بيمشي، وفي شركة التأمين شيرون بيتراقب سامي وهو بيعمل اختبار كشف الكذب. بعدها بشوية موني بيقول لأرموند إن مايك بيخطط لحاجة جديدة وعايزه يراقبه بدل ما يعمل السرقة الجاية، وأورموند لازم يستنى مايك يسرق وبعدين يثبته وياخدها منه. وأورموند بيراقب مايك وهو بيقابل الهاكر، والهاكر بيديله ورقة فيها إزاي يوصل للمعلومات المتشفرة. وبعد ما مايك بيمشي أورموند بيشوف تليفونه وبيطلع إنه حاطط جهاز تتبع في عربية مايك. وفي البيت مايك بيدرس جدول مواعيد شيرون، وتاني يوم بيمشي وراها المطعم، وأول ما بتيجي تمشي بيعمل نفسه زبون تاني وبيفتح معاها كلام عن العربيات. وفي الاسم لو وتيلمان بيشوفوا فيديوهات السرقات، ولو بيستنتج إن الحرامي بيغير عربياته وعايز يفتش المنطقة. وبالليل مايا بتروح بيت مايك وبتلاحظ إن مفيش أي صور عائلية أو حاجات شخصية، وبيقول لها إنه مش على اتصال بأهله وإنه كبر فقير فمش متعود يقتني حاجات، وبيرقصوا مع بعض والموضوع بيتطور لقبلات. والليلة اللي بعدها مايك بيطلع البلكونة وبيشوف نور من بعيد كشف مكان أورموند. وبعد ما أورموند بيمشي مايك بيفتش عربيته لحد ما يلاقي جهاز التتبع وبيشيله فوراً. بعدها بيكلم حد علشان يأجر مكان جديد، والصبح أورموند بيعمل نفسه عامل توصيل ويقتحم شقة الهاكر وبيثبته بالمسدس ويطلب يعرف كان بيعمل إيه لمايك. وفي الوقت ده لو بيفضل يدور في كل الجراجات لحد ما بيلاقي العربية المتغطية وبيلاقي جواها كسر الإزاز. وفريق المعمل بيفتش العربية وبيلاقوا نقطة دم صغيرة. وبعدها مايك بيروح معرض فنون وهو عارف إن شيرون هناك وبيمثل إنها صدفة، وبيبدأوا يتكلموا ويشربوا حاجة. وشيرون بتقول إن شغلها علمها تقرأ الناس، ومايك بيطلب منها تقراه، فبتقوله إنه شخص عنده أسرار وعنده وسواس قهري ومعاه فلوس ووقت كتير.
بس ما كانش معاه فلوس وهو صغير. ومايك بيتوتر ويغير الموضوع وبيعترف إنه مقابلتهم ما كانتش صدفة، وبيقول لها كل المعلومات اللي عرفها عنها، وبيقول إنه بيشارك ناس يقدروا يدوله معلومات لسرقاته، وإنه بيضمن إن محدش يتأذي. شيرون بتتضايق من فكرة السرقة، فمايك بيقول لها إن شركتها مش نظيفة هي كمان، وبتقرر تمشي. فمايك بيقول لها لو غيرت رأيها تنزل صورة للبحر على انستجرام بعد ما تمشي. ومايك بيلمح أرماند بره البار، فبيجري وراه بعربيته وبيطاردوا بعض بسرعة جنونية وسط العربيات. وأتوبيس بيقطع الطريق فمايك بيقف، بس أول ما الأتوبيس بيمشي بيلاقي أرماند مستنيه، وبيبصوا لبعض بحدة وبتبدأ المطاردة مرة تاني. وأرماند بيعمل حركات بالموتوسيكل علشان يهرب، وفجأة بيسبب حادثة لعربية تانية ومايك بيتفاداها ويكمل وراه. وأرماند بيبص وراه علشان يشوف مايك، فبيخبط في عربية ويقع. ومايك بيشوفه وهو داخل محل وبيدخل وراه، وأرماند بيعمل نفسه بريء، بس مايك بيتعصب ويزقه على التلاجة ويطلب تفسير. وأرماند بيعضه، فمايك بيطلع مسدسه ويهدده، وأرماند بيعترف إن موني هو اللي بعته، ومايك بيقوله لو شافهم تاني هيموتهم. وتاني يوم شيرون بتلاقي لو دخل معاها الكلاس بتاع اليوجا، وبيجيله تليفون عن عربيات مشبوهة بره محل مجوهرات. ولو بيروح هناك بيلاقي محقق تاني ضرب نار على حرامي صغير وهربان. ولو بيشيل الماسك بيلاقي مراهق، والمحقق التاني بيقول إنه كان مسلح. ولو بيشوف مسدس في إيد الولد بس متأكد إنه ما كانش موجود قبل كده. وفي الاسم لو بيقول للقائد اللي شافه، بس القائد عايز يحمي رجالته، وبيقول إن تيلمان وافق يكذب. وبيتم وقف المحققين الثلاثة عن العمل. ولو هو بيلم حاجته بيجيله تقرير DNA من العربية، وبيطلع إن الحرامي اسمه الحقيقي جيمس، وكان في دار رعاية وعنده سجل إجرامي وهو صغير. وفي شركة التأمين شيرون بتتضايق لأن موظفة تانية خلصت الصفقة مع ستيفن، ومديرها بيقول لها مفيش ترقية السنة دي، فبتكتشف إنه بيوعدها بقاله سنين وبتهدده إنها هتاخد عملائها لشركة تانية. ومديرها بيستهزأ بيها وبيقول إن الأغنياء مش هيمشوا ورا واحدة عندها 53 سنة. شيرون بتروح البحر وتتصور صورة وتنزلها على الانستجرام، ومايك بيجيله تنبيه وبيروح لها وبتقوله عن عملية نقل ساعات ومجوهرات لستيفن في فندق فرحه. بما إن ستيفن بيدفع كاش هيكون فيه فلوس كتير جدا، حوالي 11 مليون دولار، وشيرون عايزة 3 منهم. ومايك بيقول إنها مخاطرة كبيرة وهيفكر. وبالليل لو بيروح لآخر عنوان في ملف مايك ويقابل آن، بس ما بترضاش تقوله حاجة. وبعدها مايك بيجيله فويس ميل بتقوله إنهم لازم يتكلموا، فبيكلمها وتقوله إن في ضابط بيدور عليه. ولما بتدي التليفون للو مايك بيقفل السكة. وبعدها مايك بيقابل شيرون في عربيتها ويأكد إنه هيعمل العملية دي، وبيديها تليفون ويطلب منها تدمر الشريحة بعد كل مكالمة. وتاني يوم مايك بيروح الفندق يراقب الأمن، وشيرون بتجيب كل المعلومات من سيستم الشركة. وهي في البيت أرماند بيقتحم شقتها ويضربها ويهددها علشان يعرف بتعمل إيه مع مايك. وتاني يوم شيرون بتوري للو الكدمات اللي في وشها، وبيستخبوا في الجراج وبتحكي له كل حاجة، وإنها اضطرت تحكي لأرماند كمان. ولو بيوعدها يحاول يحميها من السجن وبياخدها بيته علشان أمانها. وفي الوقت ده أرماند بيراقب الفندق، ولو بيرجع القسم يفتش في قضية سرقة الألماظ ويلاقي الشنطة اللي فيها الفالسو. وفي مطعم مايك بيقابل مايا وبيقول لها إنه هيسافر علشان شغل، ومايا متكونش مصدقاه وبتقوله إنها ما تعرفش عنه حاجة. ومايك بيقول لها إن الناس اللي كبروا بفلوس مش هيفهموا أفعال الفقراء عشان يعيشوا، ومايا بتسيبه وتمشي. وتاني يوم شيرون بتروح الشغل وتراقب طيارة الساعات على تليفونها، وبتدخل مكتب مديرها وتزعق فيه وتقوله إنهم بيستغلوا الستات الصغيرين عشان يوصلوا للأغنياء، وبتمشي وتسيب الشغل. وفي نفس الوقت مايك مستني في المطار، وبيثبت الحارس اللي مكلف بالتوصيل وبيهدده بصورة بيته، وبيسرق عربيته وتليفونه ويتقمص شخصيته. والطيارة بتنزل ومايك بياخد الراجل اللي معاه الحاجة، وهو مش عارف إن لو هو اللي قاعد ورا بدل الراجل الحقيقي، وبيبقوا متوترين جدا في الطريق. وأرماند بيلبس لبس موظف فندق وياخد طلب لغرفة ستيفن. ولما مايك ولو بيوصلوا لستيفن، مايك بيطلع مسدس ويثبت الكل، وستيفن مش عايز يتكلم، بس خطيبته بتعترف إن الكاش في الخزنة. ومايك بيفتح الخزنة ويلم الفلوس، وبعدين بيطلب من لو إنه يفتح شنطة المجوهرات، ولو بيفتحها ويطلع مسدس كان مخبيه ويقول إنه ظابط. بيفضلوا مهددين بعض لحد ما أرماند بيدخل ويثبت مايك وياخد منه المسدس، وبعدين يهدد لو. وأرماند بيفقد أعصابه ويضرب ستيفن بالنار، وبيطلب الشنطة بس بيبقى خايف لأن في ظابط شاف وشه. وفجأة أرماند بيموت لأن مايك ضربه بمسدس لو اللي أخده منه. ولو بيطلب من مايك يهرب وما يرجعش تاني، وهيقول إن أرماند هو اللي عمل كل حاجة. ومايك بيمشي ولو بيهدد ستيفن،
إنه هيحقق في تهربه الضريبي لو ما كدبش في التحقيق، ولو بيطلع إنه بدل الألماظ الحقيقي بالفالصو في الشنطة وبيروح لشيرون ويديها الألماظ علشان تبدأ حياة جديدة، وبتقوله إنه مايك بعت صورة للظابط، ولو بيروح المكان وبيلاقي عربية مايك القديمة ومعاها المفاتيح هدية ليه، وفي المكتب مايا بيوصل لها ظرف فيه صورة لمايك وهو صغير وعليها اعتذار وإنه بيتمنى يقابلها تاني. وبس خلاص، دي النهاية. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك وفعل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد، وباي باي.